السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة عزومتي غير أي عزومة. النهاردة أنا كنت عازمة اخواتي ولاد أبويا وأمي اللي طلعت بيهم، اللي ربنا يخليهم لي يا رب يا رب. ربنا يخلي لي عرابي وأحمد، يا رب أشوفهم في أعلى المناصب وأعلى وأسعد الناس. يا رب يا رب يبارك لي في اخواتي وراضيهم وفرج عليهم ووسع رزقهم. ربنا يخليهم ليا، منحرمش منهم أبدا 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 أبدا. تعالوا معايا كده واحدة واحدة نشوف هنعمل ايه، وإن شاء الله أفكاري هتعجبكم. هنا معايا صينية كبيرة واسعة، هحط معلقة زيت كبيرة، حبة زيت مش معلقة، حبة زيت كبار كتير مش كتير قوي برضو، ومعلقة سمنة. وهنا كنت حطيت حلة على النار، هقولكوا هنعمل فيها ايه. هنا كنت حطيت بقى البصل برضو يدبل ويديني لون حلو كده، لون أصفر حلو، وهسيبه كده يعني حاجة بسيطة هتشوفوا معايا دلوقتي، مش بخليه يحمر. هنا كنت رميت، كان عندي كيلو ونص لحمة مفرومة، حطيته مش باقلّبه، يعني أنا عمّالة بُصّوا بافردها في الصينية، ما تقلّبهاش. هنا كان الوش ده اتعمل قلبتها على الوش التاني نفس النظام، ما تقلّبهاش عشان خاطر ما تنزّلش المَيّة اللي فيها والنار عالية. هنا كنت حطيت مكعبين ماجي، 7 بهارات، هنا حطيت 7 بهارات وهاحط كمون، هاحط حبّة كزبرة ناشفة، وهاحط ملح، ماجي، كزبرة ناشفة، ملح، فلفل أسود. هنا كنت باحط الملح بس، ورقتين لوري، وهاسيبهم بقى كده اللحمة تتشوح كده في البهارات دي. هنا كنت قلبتها برضه، كانت ال7 بهارات مش قادرة أقول لكم عاملة إيه، كانت مدية ريحة وطعم كده حلوين. وهنا كان عندي برضه فلفل ألوان برضه للشكل، مش بيدي طعم والله، يعني في عندك حطي، هو للشكل، مفيش خلاص استغني عنه، مش أساسي، هو مش أساسي معايا في الأكلة، هو كشكلًا بس. هنا كنت عصّقت بقى اللحمة ووطّيت عليها، وهنا كنت بقى حطيت مكرونة وسلقتها برضه. هنا كانت طلعت بقى هنا، وهنا كنت باقطّع بقى الجلاش، حطيت بقى الصينية كده في الأرض وباقطّع الجلاش. هنا كنت جِبت بقى الصينية بدهنها زيت من تحت. هنا كنت باحط فيها سمنة مش زيت، كنت مسيّحة سمنة ودهنت بقى الصينية كده من تحت، واحدة واحدة هاورّيكِ هتعملي إيه. حطّي أول راق، اضبطي كده أول راق زي ما أنا ما حطيت، وبرضه معلقة سمنة، يعني أول راق يعني مع كل راق معلقة سمنة، كل راق معلقة سمنة. هنا أنا كنت حطيت أول راق، وباحط هنا كده معلقة سمنة وباوزعها حلو، وهاعمل برضه أجيب راق تاني. هنا كنت باجيب الراق التاني، مش عارفة كنت باكلم مين، هنا كان حد بيكلمني اتلاقيت معاه. هنا باحط الراق التاني وبرضه معلقة سمنة، هو المعلقة السمنة ما بين كل راق وراق علشان خاطر الجلاش ينفش معاكِ، ينفش كده ويبقى شكله حلو، هيخلّيه قابب، هيخلّي الصينية دي قابة أوي، أوي، أوي في الفرن مش قادرة أقول لِك. هنا أحط راق وأحط معلقة سمنة على الوش، وهنا أحط راق تاني وأرجع أحط معلقة سمنة برضه على الوش، وهتفضلي تعملي كده لغاية نُص الجلاش معاكِ، يعني ده النُص التحتاني، تخلّصي النُص وبرضه هيكون معاكِ ورق مقطّع، حطيه في النُص مش هيبان. هنا كنت حطيت اللحمة المفرومة، وهنا كنت باحط الزيتون. هنا بقى كنت حطيت بقى هنا كده الزيتون، هابتدي إن أنا أرص الزيتون، برضه الزيتون بيخلّيه تحفة، بيدّي له، أنتِ بتجيبي الزيتون مخلي من السوبر ماركت وهو بييجي مخلي زي كده بس، وتحطيه بصراحة، بصراحة بيدّي طعم وtaste في الأكل تحفة، اعمليها وهتدعي لي بجد والله العظيم. هنا كنت حطيت بقى الزيتون، وهابتدي برضه إن أنا أجيب الورق المقطّع، مش عارفة هيظهر هنا معانا في الفيديو والّا لأ، برضه هاجيب الورق المقطّع هاحطه في النُص. هنا كنت جِبت بقى الورق المقطّع، وهابتدي برضه وهاحط برضه معلقة سمنة برضه كده من على الوش. لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي رسول الله. اذكروا ربنا كتير وأنتم بتعملوا الأكل. بُصّي، مهما التعب، مهما وقفتِ في المطبخ، مهما ما تقولي أنا تعبت، والله، والله، والله يعني أنتِ مش هتحسّي، طول ما أنتِ قاعدة كده اذكري ربنا كتير، والله العظيم بجد أنتِ مش هتحسّي.
تحسي ان الموضوع سهل وبسيط والدنيا بتخلص، وبتبتدي ان انت تقفلي الصينيه دي وتخشي على اللي بعديها على اللي بعديها، بتقفلي الصواني دي وتنفي شويه مواعين بتلميهم، طول ما ذكر ربنا ببقك. انا بصراحه والله العظيم يعني دي حاجه بقى خدوها مني، يعني جربيها، جربيها طول ما انت واقفه كده اذكري ربنا، هتلاقي الحاجه بتجري معاكي، انت مش حاسه بتعب، مش حاسه بوقفه، بتنجزي، بتعملي الاكل كده يعني. هنا كنت ابتديت بقى، هنا عملت صينيتين، هنا برضو الصينيه التانية برضو عملت نصها، وابتديت ان انا احط الحاجات في النص، اللحمه المفرومه والزيتون، واقفل بالنص التاني، وما بين كل راق وراق برضو معلقه سمنه. هنا ده سمبوسه هعملها ميكس جبن، كانت تحفه والله العظيم. اول حاجه اتاكلت هي وخلصت، كانت تحفه. اخواتي وعيال اخواتي كلهم ومراتات اخواتي قالوا لي بجد تحفه. هنا ده ميكس جبن كيس، انت بتجيبيه اصلا من السوبر ماركت برضو. وانا عايزه اقول لك بقى حاجه، ان هقول لكم ميكس الجبن الاول. كيس ميكس الجبن، وانت البسطرمه دي انا حاطه برضو بسطرمه، بجيب بسطرمه واروح مقطعاها مع ميكس الجبن وبتخلطيهم كده في بعض. هنا كنت بجيب بقى ايه، معلقه معلقه دقيق واحده، وحبة مية صغننين يلف معاكي الدقيق بس. وهنا تمسكي السمبوسة تعكسيها عكس عكاس، مرة كده ومرة كده، مرة كده ومرة كده، سمبوسة سهلة والله العظيم، سهلة وبسيطة، وبسيطة جدا، هتعجبكوا برضو وطعمها حلو، طعمها هيعجبكوا. كانت من الأكلات والله العظيم الأكلات الجميلة. وهنا برضو ايه، كنت أجيب كده بصباعي وامسحها في قلب السمبوسة تمسك، ما كانتش بتفك، والله ما كانت بتفك. هنا كنت خلصت بقى السمبوسة كلها كده بالجبنة، ميكس الجبن والبسطرمة عليها، والله كانت تحفة. هنا هبتدي انزل سمنة، بتاع معلقتين سمنة كده محترمين، معلقتين سمنة كده حلوين. وبعد كده هبتدي ان انا انزل اسيبها بس تقدح، هنا كانت سخنت، وهبتدي ان انا انزل عليها دقيق. نزلي بتاع، انا نزلت بتاع 7 8 معالق، عشان انا معايا صينيتين، دي صينيتين مكرونة بشاميل بس. هنا هبتدي بقى ان انا كنت بعد المعالق، هنا كنت بقى حطيت الدقيق، وهنا بقى كنت بقلبه، واول ما يدي لون معاكي كده يبتدي ان هو يصفر، تبتدي اعرفي ان هو الدقيق كده استوى. هنا كنت بقى عماله اقلب فيه جامد كده تقليبه حلوه برضو، تفضلي بقى تقلبي علشان خاطر ما يمسكش في الحله وينشف ويتحرق منك، طول ما انتي واقفه افضلي قلبي. معلش دي كانت توجعك شويه بس معلش. هنا بقى ابتدي بقى ان انا انزل اللبن سخن ساقع، ما تخافيش مش هيكلكع معاكي، طول ما ايديكي فيه وانتي عماله تقلبي كده بالمضرب كده بايدك، مش هيكلكع معاكي خالص. تجيبيه ساقع تعمليه سخن، ما تخافيش على ضمانتي، بس اهم حاجه تكون ايديكي فيه، طول ما انتي واقفه كده افضلي قلبي 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 قلبي، وتحاولي بقى توطي النار، ابتدي بقى ان انتي وطي النار كده. هنا كنت بفضي ماجي برضو في البشاميل تحفه. وهنا كان فلفل اسود معلقه كبيره، وهنا برضو 7 بهارات، وهحط كمون، وهحط ملح. هنا مش معلقه كبيره معلقه الاكل اللي احنا بناكل بيها، لا، معلقه الشاي، بس انا بقولك معلقه كبيره يعني بمعلقه الشاي. وهنا برضو هبتدي ان انا ادوب واقلب، لقيتيه تقل معاكي زودي ميه، انا هنا عملته لبن بس، وحطيت حبه ميه صغيرين يعني مش كتير، حسيت ان هو انا هيبتدي تقل مني قوي، فرحت مزوده بحبه بق ميه صغير. هنا بقى كان ابتدى ان هو يتقل، انا برضو موطيه النار وعماله اضرب. هنا بقى كنت حطيت المكرونه، هنا كنت حاطه فوطه علشان خاطر ده بايركس بيفرقع، من لو نقطه ميه هتلاقيه فرقع معاكي، فحطي فوطه علشان خاطر ما يفرقعش معاكي. هنا كنت حطيت البشاميل وقلبت البشاميل في بقلب المكرونه، ورصيتها في الصينيه. وهنا هبتدي بقى ان انا انزل اللحمه في قلب الصينيه وافردها. هنا كنت فردت بقى اللحمه، وبرص برضو زيتون، حط لها زيتون هتوديها في حتة تانية خالص، جربيها والله العظيم كانت تحفة تحفة. جربوا وقولوا لي برضو في الكومنتات. وهنا هبتدي برضو ان انا احط بشاميل على الوش، ابتدي بقى ان انا اغطي الصواني. هنا بفرد البشاميل، هنا كنت فردت بقى البشاميل كده في الصينيتين،
اهم حاجه الفوطه على الرخامه، او لو عندك اي حاجه بتحطيها تحت طاجن البايركس حطيها. هنا بقى كنت متبله طبعا الفراخ، وانتوا عارفين تتبيله الفراخ انا منزلاها قبل كده، ونزلتها برضو في الفيديو اللي هو الاولاني بتاع المحاشي، منزلاها برضو بالتفاصيل. هنا بقى كنت تبلت بقى، حطيت الفراخ بقى على النار، قلت بقى ايه تستوي بقى انت كده مع نفسك. وهنا كنت جبت حله، معلقه زيت معلقه سمنه، انزلي باللحمه النار عاليه، هديها تشويحه محترمه شمال ويمين، مش هحط لها ولا نقطه ميه. هنا كان فصين توم في قلب الحله، وهحط برضو ملح فلفل كمون، 7 بهارات بس. انا بهاراتي هما كده بس، مش هزود ولا هكتر. وهحط بقى بصلتين او بصلايه كبيره. هنا بس هشوحها الاول، هبتدي ان انا وهحط واحدتين حبهان برضو. هنا كنت حطيت الحبهان، هحط حاجه تاني. اللهم صل على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم ذكرني. بس ما حطيتش حاجه تاني تقريبا. هنا بس حطيت بقى البصل، هنا بصلتين كده. هنا كانت النار عاليه، مش عايزه اوطي، انا عايزه اشوحها كده وتاكل منها فيها. هنا كنت وطيت بقى النار وغطيتها، وما تحطيش ميه. هنا كنت قطعت بقى الجلاس، قطعته مثلثات كده. وهنا كان لبن، وحطيت بيضتين، وحطيت فلفل اسمر وكمون برضو بس. وهبتدي اسقي الجلاش. هنا بصوا انا مقطعه الجلاش كده مثلثات، برضو كان حلو. والصينيه كانت الله اكبر الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، كانت قبه. بسم الله ما شاء الله والله العظيم كانت قبه وجميله. وهنا كنت سقيت. وهنا كان عندي برضو بطاطس سهله وبسيطه برضو. هنا تمسكيها تقوريها، وتروحي مدحرجاها في الزيت او قليها في الزيت زي ما تقولي، وتطلعيها كده نص قليه نص تحميره. وهنا بقيه اللحمه وتروحي حاشيه، ومعلقتين صلصه بشويه ميه وعلى الوش، وهتدخليها الفرن. هنا كنت حطيت بقى المكرونه والفراخ والجلاش. هنا كان الاكل كله خلص. اللحمه استوت، ما حطيتلهاش ميه، سبتها وطيت عليها خالص، وسبتها كده مع نفسها. وكده البطاطس كانت اتعملت. وكانت السمبوسه بقى عملتها برضو في الاخر واتقلت. شكرا، متنسوش اللايك والشير.